لو حسيت ان الاكل كله بقى شبه بعض وعاوز تجرب حاجه جديده ومختلفه عليك شويه، فالنهارده رحت اجرب مكان جديد واسمه كمان غريب. المكان اسمه مشاكيك. يعني ايه بقى مشاكيك؟ مشاكيك دي كلمه عماني، وترجمتها لما دورت وعملت سيرش كده على جوجل كانت مشاوي، مشويات يعني. بس هما هنا بيعملوها في عيش صامون، وعيش الصامون ده عراقي، فتلاقي ميكس كده حلو ما بين البلاد. فالمكان ده موجود في شيراتون في شارع البحر. انا بصراحه كنت هصور مكان قبله بس لقيت الكهرباء قطعه، فقلت نروح نشوف الراجل ده بيعمل ايه. هو المنيو مش كبير قوي، في تقريبا 8 سندوتشات. المفاجاه بقى كانت ان مفيش غير 3 حاجات بس اللي موجودين، كمان لقيته عامل عرض 4 سندوتشات ب 99 جنيه. المفروض ان العرض ده واحد كفته، وواحد شيش، وواحد سجق، واحد كبده، بس عشان مفيش كبده ممكن يغيروها لك بكفته، فكده هتاخد 2 كفته، وبيجي مع العرض ده سلطه كمان وطحينه وكيس شيبسي بيعملوه عندهم. فلو فكرتوا فيها ان الساندوتش الواحد ده ب 25 جنيه وهتاكل اكتر من حاجه كمان، عرض حلو. بس الاهم اننا ندوق. خدنا الاكل ورحنا نجرب. اول حاجه هي بطاطس شيبسي، كميتها حلوه وعليها بهارات. البهارات مش كتير قوي، بس الشيبسي كان نشف شويه من الهوا. الشيبسي كفكره وتغيير عن فكره البطاطس والفرايز حلوه، بس كان محتاج يبقى اطرى شويه عن كده. كمان مش مكتوب في المنيو اصلا انهم عندهم بطاطس، يعني هو ما بيتباعش لوحده. نبدا بقى في السندوتشات او المشاكيك. هو بيبقى عباره عن عيش صامون. الجامد بقى انه بيتخبز على ايديهم، فبتحس ان كل حاجه طازه في ايدك. يعني هم عندهم فرن مخصوص بيخبزوا فيه العيش ويطلعوه، بعد كده يشوا الحاجه ويدوها لك. هو العيش نفسه حلو وطري وبيشبعك، تكوينه لوحده وهو لسه طالع من الفرن كده حلو. اول حاجه بدات بيها في المشويات بقى الكفته. طبعا الكفته طعمها حلو ومشويه على الفحم، بهارات ونوع لحمه نضيف. بصراحه مشكله السندوتش معايا انه فاضي، يعني صباع كفته وبس، مفيش طحينه بقى اضافات اي حاجه. لكن غير كده هي كفته عالميه. هو جايب معاه علبه طحينه، حبينا نجربها. دي ميه يا ممكن دي ميه بس الطحينة. ميه الطحينه حرفيا. بس للاسف الطحينه محتاجه تتراجع كتير بقى، يعني هي ميه طحينه مش طحينه خالص. انت بتسقسق فيها الكفته مش بتغمسها، يعني فاهم انا اقصد ايه. تاني سندوتش كان شيش فراخ، نفس الكومنت بتاع انه دراي من جوه ما فيهوش اي اضافات، واحنا بصراحه بنحب الصوصات والاضافات. لكن كتتبيله الفراخ كانت حلوه، فيها سنه ليمون كده وسواها حلو، نظيفه من جوه وشاربه التتبيله كويس جدا. فالفراخ برضو جامده عندهم، والحشو كمان ذات نفسه حلو مع حجم العيش. جربت السجق بقى، هو للاسف اتحمش منهم شويه وهم بيشوه فحم برضو، لكن صدقني لو قلت لك ان هي نادرا ان الفتره الاخيره اللي بلاقي فيها سجق نضيف. تتبيله حلوه جدا ومش مليانه بهارات كتير بحيث تغطي على طعمه. السجق فعلا لذيذ جدا وانت بتاكله لوحده كده. السجق لوحده حلو، بس هو في العيش مش بتحس فيه يتيم كده. كمان الفارما بتاعتهم متوسطه، فبتحس بطعمه من جوه عامل زي طعم السجق البقالي كده يعني. فده فعلا ارشحهولك جدا، بس يا ريت ما يتحرقش منه. وكمان لو تضاف عليه لمسه كده دبس رمان مثلا، اي حاجه كده هيبقى اجمد بكتير. الكفتة لوحدها حلوة والفراخ لوحدها حلوة والسجق لوحده حلو، بس جوه العيش بتحس ان هو يتيم كده، محتاج حاجة جواه. اخر حاجه عملنا ميكس كده من كل الحاجات في السندوتش الواحد، سجق على كفته على شيش وطحينه وسلطه. سندوتش بقى يقفل بطنك تماما، فانت هتتبسط. خصوصا كمان انا لما بصيت لها في الاخر ان الاربعه دول ب 100 جنيه، ده شيء جامد جدا اليومين دول. الاكل نفسه حلو والمشكاك زي ما بيقولوه عشان طازه حلو. انا بس نقطه الاضافه اللي هتفرق شويه معايا، بس مش حاجه تعيب المكان خالص. المكان شكله بيحاول يقدم فكره جديده عليه نسبيا، فوارد يبقى فيه شويه تخبط زي ان في حاجات كتير مش موجوده في المنيو. فيا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، وما تنسوش لو حبيتوا تشتروا حاجه من على نون دخلوا البرومو كودز دي، هتاخدوا خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.